السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني إخوة الإسلام، معكم المستشار أحمد عبد ماهر، المحام بالنقد والباحث الإسلامي. اعذروني وخذوا مني هذه الحلقة على أساس أني أكبر منكم سنا، فقد يكون فيها بعض الألفاظ التي لا تروق للبعض. إخوة الإسلام، حينما قلت أن المولى عز وجل قد وعد اليهود بنو إسرائيل بهذه الأرض المقدسة اللي هي أرض فلسطين، قلتها بناء على آيات في القرآن الكريم. هذه الآيات إذ قال موسى لقومه، وخلي بالك هناك فرق بين كلمة لقومه ويا بني إسرائيل، هناك فرق بين يا قوم ويا بني إسرائيل. صحيح أنه نعم إن قومه من بني إسرائيل، ولكن لازم تعرف برضو أنه وقطعناهم في الأرض 12 أسباطا أمما، يعني بنو إسرائيل دول 12 سبط، 12 أسباطا أمما. ولما ربنا يقول يا قوم غير لما يقول يا بنو إسرائيل أو يا بني إسرائيل. يعني لازم نفرق في الكلام، لأن أنا عارف أنه غالبية الناس ما بتعرفش تقرأ القرآن، ما بتقدرش تحقق الهدف من الآية، لذلك وكمان بتكفر بالآية. وعشان كده الفقهاء بتوعكم أصلا عبثوا بكتاب الله وقالوا أن داخله آيات منسوخة أي ملغاة، بل وجعلوا هناك تفوق لعلم الحديث على علم الآية. فنخلي بالنا بقى. سيدنا موسى قال لقومه، يبقى قال لجزء من بنو إسرائيل ولم يقل لكل بني إسرائيل. قال لهم يا قومي إيه؟ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن لن ندخلها. هنا بقى بعد ما بيقول لهم كتب الله لكم بيقول مش لن ندخل. ليه؟ اصل فيها قوم جبارين، واحنا يعني بيقول مش لن يدخلوها الا اذا خرجوا منه. هنا تحق اللعنه عليهم. فخلي بالك يا مسلم، لا تحق اللعنه عليك لما تقول لا ما لهمش حق فيها. ما لهمش حق فيها، بيقول لك كتب لكم، ونتيجة ان هم ما دخلوهاش قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. ده قرآن اللي انا بقوله ده، يعني لم يحرمها عليهم الى الابد، حرمها عليهم قد ايه؟ 40 سنة. افهم حاجة لله. ومش كده وبس، لازم تفهم ان اول واحد اعطى الكيان الاسرائيلي الحق في اورشليم هو سيدنا عمر بن الخطاب داخل العهدة العمرية. عن طريق مين؟ عن طريق معاوية بن أبي سفيان حينما كان حاكما للشام. افهم حاجة لله. والشخص الثاني اللي عمل كده الناصر صلاح الدين. والشخص الثالث اللي عمل كده واعترف بإسرائيل أنور السادات. وكلاهم على صواب، أو كل منهم على صواب. يبقى إذن لازم أفهم القضية الفلسطينية، ولازم أفهم يعني إيه بنو إسرائيل. ولازم تفهم كمان إن أنت ممكن أنت شخصيا تبقى من بنو إسرائيل. عبر آلاف السنين ممكن أنت تكون من بنو إسرائيل في يوم من الأيام. ممكن جدك مسيحي، جدك مسيحي، واللي قبل منه كان يهودي من بنو إسرائيل. إذن ودي تعرفها ازاي؟ اعرفها، اقول لك تعرفها ازاي. تعرفها لما تلاقي جدك نبيه واخترع حاجة او عمل حاجة للبشرية. ليه؟ لقوله تعالى عن بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين. على علم على العالمين. قول لي بقى لا اصل انا مش ده انا اعلم. ما ينفعش تقول كده. هم على علم على العالمين. افهم حاجة لله.
ربنا كتب ليهم هذه الأرض المقدسة، افهم حاجة لله. لما حرمها عليهم 40 سنة، افهم حاجة لله، ولم يحرمها للأبد. ولازم تعرف إنه ربنا قال برضه في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، لبني إسرائيل كلهم، لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة، خلي بالك ما تفرحش بإذا جاء وعد الآخرة دي، اسمع بقى، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. يبقى لازم تطرد أصلا من المسجد الأقصى. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم. بيكلم برضو بني إسرائيل، بيقول لهم عسى ربكم أن يرحمكم. وبعدين قال لك وإن عدتم عدنا. يعني إيه وإن عدتم عدنا؟ يعني هذه الحرب المزدوجة اللي هي في تفسدون في الأرض مرتين، يعني إفساد مزدوج، هيتكرر هذا الإفساد المزدوج باستمرار. وإن عدتم عدنا، إن أداة شرط، عدتم عدنا، طالما ربنا قال وإن عدتم عدنا يبقى يعودوا بالإفساد ويعود عليهم بالعذاب. ربنا سبحانه وتعالى أنجى آل فرعون، لا متأسف، أنجى بنو إسرائيل من آل فرعون. ليه؟ لأنه مفضلهم على العالمين. ليه؟ لأنه كتب لهم هذه الأرض. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى جعلهم على علم على العالمين. ليه؟ وهكذا. الكلام اللي أنا بقوله ده ليس معناه أن أنا أناصر الممارسات البربرية التي تقوم بها إسرائيل، علشان أنا عارف عقول العرب بتخلط أي حاجة في أي موضوع كده وخلاص، اللي فوق تحت واللي تحت فوق وخلاص. البربرية التي تقوم بها إسرائيل لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. البربرية التي تقوم بها إسرائيل يجب قمعها قمعا مبرما بالقوة، فإن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. وإن كانت القوة وسيلته فلا بد أن تكون وسيلتنا معه القوة. يبقى إذن معلش عفوا نفهم شوية المقصد من الكلام، لأن أنا شايف مشكلة العرب إنهم أهل عواطف جياشة. الأطفال الحقونا، النساء، البيوت بتتهدم. أيوة أنا عارف، ده ملوش دعوة بالكلام اللي أنا بقوله. هذا شيء واللي أنا بقوله شيء آخر. هذا له علاج وهذا له ودي عقيدة، لابد أن تكون معاك هذه العقيدة. لذلك كل العالم ضدك، لأن كل العالم باين، استغفر الله يعني معلش، يبدو أن كل العالم متدينين إلا المسلمين. كل العالم مع إسرائيل. ليه؟ تعرفين ليه؟ علشان دي أرض الميعاد، عشان دي الأرض اللي هينزل فيها سيدنا عيسى إذا كان هناك نزول لسيدنا عيسى. فهم باعتقادهم لابد أن يساعدوا إسرائيل عشان نزول سيدنا عيسى. ودي الأرض اللي هيجي فيها المسيح الدجال، ودي الأرض اللي هيقتل فيها المسيح الدجال عند باب اللد الشرقي. طبعا الكلام ده محتاج قراءة كتير ومحتاج كلام كتير قوي نقعد نتكلم فيه كتير، لكن وايه حكايه باب اللد الشرقي، وايه حكايه المسيح الدجال، وايه يعني سيدنا عيسى، وهل هينزل ولا مش هينزل، دي مسائل اخرى بعيده عن الفيديو اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. هل اعتقاد مثلا اهل المجر او اهل فنلندا او من المسيحيين او اهل امريكا او اهل روسيا من المسيحيين، هل اعتقادهم صح في نزول عيسى ولا اعتقادهم خاطئ؟ ده موضوع تاني. ما نخلطش الامور زي ما بتخلطوا كده، موضوع النساء والاطفال والهدم البيوت بموضوع حق اسرائيل في الوجود في هذا المكان. بتخلطوها وتقولوا لا لازم تقولوا كلمه الكيان المحتل اصلا خطا شرعا. هم ليسوا كيان محتل،
ولا كيان غاصب، هم كيان أراده الله في هذا المكان، وليسوا كيانا غاصبا، وليسوا كيانا. وخلي بال حضراتكم، أنا عارف إنه أنتوا كلكم عارضيني، لكن أنا أصلا لا أتعامل معكم، أنا أتعامل مع الله، ولا أتكلم، وإن كنت أتكلم معكم لكني أتكلم في دنيا الله. فالله سبحانه وتعالى من فوقنا جميعا، وأنا مؤمن بكل آيات الكتاب الكريم. ما جيش بقى أنا أكذبها عشان العرب بيقولوا كلام تاني، أو عشان المصريين مش عارف. أولا أنا اللي حاربت إسرائيل مش أنتوا. يعني أقول لكم إيه، 999 من 1000 فيكم ما حاربش إسرائيل. أنا حاربت إسرائيل في 67، حاربت إسرائيل على الخط الأمامي الأول، وفي حرب الاستنزاف حاربت إسرائيل 16 معركة، وفي 73 حاربت إسرائيل على الخط الأمامي الأول للهجوم. وأنا اللي أصبت، وأنا اللي عضو جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وأنا اللي بقول الكلام ده لأني مؤمن بالله ومؤمن بالقرآن. أما تقولوا أنتوا حاجات تانية بقى، في دماغكم حاجات تانية، فهذا والعياذ بالله دليل على ضياع القرآن من عقول المسلمين. ضياع القرآن من عقول المسلمين، دليل ان اغلب المسلمين كافرين كفر آية، ما اقصدش كفر عقيدة، ها، عشان برضو في ناس دماغها اي حاجة، كفر يبقى كفر يبقى انا كافر. لا يا حبيبي، هناك في فرق بين كفر العقيدة وكفر الآية. افهم حاجة لله، افهم حاجة لله. فضحتونا بالغباوة، فضحتونا. كفر الآية غير كفر العقيدة. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ليك لا إكراه في الدين، ما تقولوش أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا، لأن ده كفر آية مش كفر عقيدة. يبقى إذن وتبقى مشرك، والإشراك أنواع ودرجات. خلي بالك، خلي بالك إنه ربنا سبحانه وتعالى كل لفظ عنده متعاير، كل لفظ عنده متعاير، وكل حرف عنده متعاير. بس انتوا لو ما بتعرفوش، انتوا ومشايخكم ما بتعرفوش تقروا القرآن. لا تعلموا كيف تقرأوا القرآن ولا كيف تتدبروا القرآن. لم يحدث. وانا بتكلم وانا عارف، كلم امتي الاسلامية الحبيبة، وانا عارف انه نادر جدا من تدبر القرآن. ولكي تتدبر القرآن لابد أن تتدبره كله، مش تتدبر جزء منه. مش يبقى طول عمرك ما لم تختم القرآن إلا مرتين 3 4 5 6 10. ده كلام فارغ. القرآن لابد أن يتم تدبره، وأن يتم قراءته مئات المرات، وأن يكون شغلك الشاغل. لذلك أنتم لا تهتموا حينما يقول لكم الشيخ أصل الآية دي منسوخة، أصل نسخها الحديث، أو الآية دي منسوخة بآية أخرى. ده خراب. ربنا سبحانه وتعالى حافظ القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنتم أضعتموه بالسنة وأضعتموه بالفقه. ليه؟ لأنكم لا تهتموا إن كان الفقه أو السنة متوائمين أو مخالفين للقرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبالله التوفيق. شكرا يا إخوة، وآسف لمن ناله شيء في صدره من كلامي، آسف جدا، معلش.